فضيلة الشيخ، ما حكم تكرار الفاتحة في الركعة الواحدة أكثر من مرة، خصوصا إذا قرأت الأولى الركن وقراءتها ثانية قراءة ما تيسر؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقال طائفة من العلماء: لا يجوز للمسلم أن يكرر قراءة الفاتحة، وذلك لأن الفاتحة ركن، وإذا كرر قراءة الفاتحة فقد كرر الركن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكرر قراءة الفاتحة، ولذلك يجب على المسلم أن يقتصر على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. صلى عليه الصلاة والسلام الصلوات، ولم يحفظ عنه أنه كرر الفاتحة أكثر من مرة، وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فيجب على المسلم أن يقتصر على هذا الهدي. بل قال بعض العلماء: إذا كرر الفاتحة أكثر من مرة دون حاجة كالشك والوسوسة فإن صلاته باطلة، لأنه يكون كمن ركع مرتين، والفاتحة ركن، فكما أن تكرار الركن الفعلي يوجب البطلان، كذلك تكرار الركن القولي يوجب بطلان الصلاة، والله تعالى أعلم. أما مسألة أن يكررها من أجل أن يتحقق من ما فيها من الفاظ والحروف، فقد يكون هذا في بعض الأحيان دخل من الشيطان، لأن الشيطان يوسوس الإنسان. فعلى المسلم أن يأخذ بيسر الله عز وجل، فيأتي ويعرض الفاتحة على قارئ أو على شيخ، فإذا سمع قراءته واستمع لقراءته واطمأن أن قراءته صحيحة، قرأ في صلاته بكل هدوء، وترك عنه وسوسة الشيطان، واجتزأ بشهادة من يوثق بعلمه ودينه أن قراءته مجزئة. فلو حصل عنده أخطاء وقومه فيها ولم تكن الأخطاء فيها لحن يغير المعنى، وصلاته صحيحة إن شاء الله تعالى. وعلى هذا فإنه لا ينبغي للمسلم أن يكرر من أجل أن يشدد على نفسه ولا يضيق أمرا وسعه الله عليه، بل عليه أن يأخذ بسماحة الدين ويسره، وأن لا يبالغ في الشدات، وأن لا يبالغ في الحروف والكلمات، وإنما يقرأ قراءة معتادة على قدر ما يكون عليه الإجزاء، والله تعالى.